وسهلا بنات. اليوم وصفتنا مرة لذيذة وسهلة ومكوناتها واضحة لكم، أتوقع الكل عرف إيش هي الوصفة. وصفتنا هي اليوم مقلوبة. راح نستخدم الخضار: الطماطم، الثوم، البصل، البطاطس، الباذنجان، الزهرة. هنا البهارات مع الرز راح أبهرها قبل لا أضيفها للقدر. البهارات عبارة عن بهار مشكل، بهار حلو، قرفة، ملح، فلفل أسود، شوي من بهار العثماني. خلاص حاليا راح أقلي الزهرة والباذنجان والثوم والبصل. سلقت الدجاج سلقة عادي، موية، بصل، زيت، البهارات اللي هي هيل، قرنفل، ورق غار، قرفة. خلاص اتركهم تقريبا 15 دقيقة. هنا حاليا بقالي فقط 5 دقائق. حاليا جالسة اقلي باذنجان. هنا اضفت الدجاج وشوي من الرز والطماطم. حاليا راح ارتب عليهم الخضار. هنا اضيف اول شيء بعد ما اضفت الدجاج وشوي من الرز والطماطم، راح اضيف حاليا البطاطس. بعدها اضيف الباذنجان، بعدها الزهرة. حاليا راح اضيف باذنجان. خلاص شايفين جهزت معي، اضفت لها البصل والثوم. خلاص حاليا راح اضيف اخر شيء اللي هو الرز اللي بهرته معاكم. بنات ضروري التبهيرة تكون اوكي، يعني انا احب اكثر البهارات في المقلوبة، تعطيها طعم مو طبيعي. ألذ مقلوبة راح تجربونها بحياتكم لو سويتوا نفس الطريقة اللي انا سويتها. خلاص بهذا الشكل. بعدها اضيف موية الدجاج اللي سلقت فيها الدجاج، الشوربة، وخلاص. هنا اضفت الشوربة وحاليا راح اضيف لها صحن بهذا الشكل اساس ما يخلط كل شيء مع بعض. راح اضيف لها ثقل. خلاص كذا راح احطها على النار. تقريبا يبغى لها نص ساعة الى ساعة الا ربع. باذن الله راح تطلع معانا